أنت معاك دلوقتي 100,000 جنيه وعليك ديون ب70,000. هل الفلوس دي كلها بتاعتك؟ الحقيقة لأ. في معادلة بتسيطر على أي بيزنس، ولو أنت فهمتها صح هتفهم المحاسبة كلها. طب ما تقولي إيه المعادلة ديت؟ عشان نبسط الموضوع أكتر، المحاسبة كلها بتتلخص في معادلة واحدة، اللي هي الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. بمعنى إن أي حاجة الشركة بتمتلكها بتسمى أصول، وطبعا لازم يكون لها مصدر تمويل، والمصدر دوت بيكون من حاجتين: لا إما خصوم اللي هي زي القروض والديون اللي الشركة مطالبة إنها تسددها، لا إما حقوق الملكية اللي بيمثل المبلغ اللي بيمتلكه صاحب الشركة دلوقتي بعد سداد كل التزاماته. طبعا أنت في سؤال هتسألهوني: هي ليه المعادلة دي مهمة؟ طب هو أنا ليه لازم أفهم المعادلة دي؟ ببساطة لأنها بتساعدك تعرف شوية حاجات: الوضع المالي الحقيقي لأي شركة، وهل الشركة دي بتعتمد على الديون وعلى رأس مالها الخاص، ولا هل الشركة ديت في وضع مالي متزن ولا معرضة لمخاطر الإفلاس. يعني أنت لو بصيت على الميزانية بتاعت أي شركة هتلاقي إن المعادلة ديت هي أساس كل حاجة فيها. تعالى كده أقول لك كام مثال عشان نوضح الصورة أكتر بالكلام اللي أنا قلته. تخيل مثلا إنك قررت تفتح كافيتيريا واشتريت معدات وكراسي بقيمة 150,000 جنيه، لكن عشان تبدأ استلفت 50,000 من البنك، والباقي أنت دفعته من جيبك، يعني الحقوق الملكية 100,000 جنيه. يبقى المعادلة هتبقى إيه؟ الأصول اللي هي 150,000 بتاعت تكلفة المشروع كله، بتساوي الخصوم اللي هي 50,000 اللي أنت خدتهم من البنك، زائد حقوق الملكية اللي هي 100,000 اللي أنت دفعتهم من جيبك. هديك مثال تاني: مثلا عندك شركة سيارات عندها مصانع وآلات وأراضي وحاجات كده كتير أوي بقيمة 10 مليار جنيه، بس عليها شوية كده التزامات وقروض بقيمة 6 مليار، والباقي مملوك للمساهمين. يبقى المعادلة هتبقى اللي هي قيمة المصانع والآلات والأراضي اللي هم ال10 مليار هتساوي الخصوم اللي هم ب6 مليار زائد حقوق الملكية اللي هي ال4 مليار اللي هي كانت الفرق ما بين الأصول والخصوم. وزي ما أنت شايف المعادلة دي ثابتة في كل أنواع الشركات، من أصغر مشروع لأكبر كيان اقتصادي. طبعا في سؤال في بالك دلوقتي أنت عايز تسألهوني: هي إزاي الشركات بتستخدم المعادلة ديت عشان تاخد قراراتها؟ طب لو الشركة عايزة تتوسع وتفتح فروع جديد، إيه هي الحلول اللي قدامها؟ في حلين: أول حاجة تستلف فلوس، بمعنى إن هي هتزود هنا الخصوم في المعادلة. تاني حل تستخدم أرباحها المتراكمة، يعني هتزود حقوق الملكية. بس لحد هنا أنت لازم تسأل نفسك سؤال مهم: لو الشركة اعتمدت على الديون أكتر من اللازم إيه اللي ممكن يحصل؟ هنا بقى بنوصل لموضوع مهم جدا، وهو مخاطر الديون وإزاي الشركات بتتحكم فيها، وده اللي هتكلم عنه في الفيديو الجاي. قولولي في الكومنتات لو انت عندك 500,000 جنيه تفتح بيهم مشروع، هتموله من جيبك ولا تاخده قرض، وليه؟ وما تنساش تتابعني عشان الفيديو الجاي هتكلم عن الشركات ازاي بتتحكم في ديونها عشان تفضل ناجحة.